هل حصل لك في مره انك كنت قاعد على القهوه وبتشرب كوبايه الشاي ام 5 جنيه بتاعك كل يوم دي، يعني اللي هو اصلا انت بتقعد على القهوه عشان ما انتش تقعد في البيت، وفجاه وانت بتسحب اول شفطه من الشاي لقيت نفسك بتاعت وضعيه الاكتئاب والخنقه وتعابير وشك بتحاول تخليها تبان انك مش طايق نفسك، وتفكر ان الناس بتقول عليك وش ذا شرس مليان كاريزما ما شاء الله، بس في الحقيقه انك قاعد تفتكر كل حاجه وحشه حصلت لك في حياتك. مع اول شفطه شاي دي ممكن تفتكر موقف وانت في اولى ابتدائي كان في العيال مثلا بيضربوك في الفصل، وتفكر تاخد بطارك بعد ما كبرت وبقيت قوي، والعيال اللي ضربوك دول اصلا يمكن مش فاكرينك دلوقتي. ولا هتفتكر البنت اللي بصت لك بالغلط من 6 سنين وهي ماشيه وتتخيل نفسك انها معجبه بيه، وانت عامل نفسك مش فارق معاك ووايت كاريزما بقى وبتاع، وفي الاخر تفوق من الاحلام والتفكير العشوائي اللي شغال في دماغك ده وتكتشف ان كوبايه الشاي خلصت. السيناريو ده ممكن يحصل لكل حد فينا بشكل مختلف، لكن ما بيحصلش لشخص واحد بس، وهو الشخص الرايق. وانا النهارده جاي اتكلم عن الشخص الرايق ده ونعرف هو رايق كده ازاي. وكلمتين جد، الروقان ده مش اللي هو قاعده فاضيه وخلاص، لا، الروقان الحقيقي انك تبقى هادي من جواك حتى والدنيا مقلوبه حواليك. الروقان مش ان مفيش مشاكل، لا، في مشاكل عادي، بس الرايق بيعرف يتعامل مع المشاكل من غير ما تكسره. في ناس كتير فاكره ان الرايق ده ضعيف ما بيتعصبش كتير ومش فارق معاه، بس الحقيقه عكس كده خالص. اللي بيعرف يهدى ويتحكم في عصبيته هو اقوى واحد، لان العصبيه سهله، اي حد يقدر يتعصب، انما انك تتحكم في نفسك دي قوه. اصل مش كل حاجه تستاهل انك ترد، ومش كل حد يستاهل طاقه منك. عاوز تبقى رايق يبقى ما تديش كل حاجه اكبر من حجمها. كلمه من حد، موقف عدى، راي ملوش لازمه تقعد تفكر فيه بالساعات وتضيع طاقتك. طب ليه؟ طيب ليه تدي حاجه بسيطه من يومك اكبر من قيمتها؟ عاوز تبقى رايق خالص، اختار ايه اللي تفكر فيه وايه اللي تسيبه ويعدي كانه ما حصلش. خلي عندك هدوء كده من جوه، يخلي اللي قدامك يستغرب انت ازاي سابك كده، انت ازاي مش بتتهز. بس ببساطه لانك فهمت حاجه مهمه، ان راحتك اهم من اي جدال، وان سلامك النفسي مش رخيص. الروقان مش معناه انك بارد، لا، ولا انك مش مهتم. الروقان معناه انك مهتم وكل حاجه، بس مش مستعد تدفع راحه بالك تمن لاي حاجه. في ناس هتحاول تستفزك، في ناس هتحاول تشوفك متوتر، وفي ناس وجودك كله ضغط وغلط في حياتك، بس انت مش لازم تبقى نسخه منهم. خليك انت الهادي المركز والرايق. وفي الاخر افتكر دايما انك مش محتاج الدنيا تبقى مثاليه عشان تبقى رايق، انت بس محتاج تتحكم في ردة هالك. الروقان قرار، ولو اخدته حياتك كلها تختلف، فخده يا عم وخلصنا. سلام.